محل من المحلات ما رح اذكر اسمه بس بده حلاوة جبن ليصير حلاوته بجبن. افضل محلات حلاوة الجبن باللاذقية، ودائما تذكروا التجربة شخصية. بنبلش تجربتنا من عند الدالاتي. الدالاتي 5000 عجينته طرية، حشوته مو مبين في الحشوة، بس بندوق وبنجرب. في نكهة مطيبات، ما في أي نكهة حشوة، نكهة الجبنة القشطة خفيفة كتير. هلأ بقى أبو المجد قسم الرمل الشمالي. مثل ما شايفين العجينة كتير كتير رخوة وشكلها كان لازم تنشف بزيادة. فيها كمية حشوة بس ما فيها نكهة قشطة، وفيها افتر تيست مزعج، فيها نكهة مزهر خفيف. صحن ب 8000. تجربة بآخرها يعني ما حبيت. بنجرب أبو المجد فرع مشروع صليبة. طلع محل واحد، أنا ما كنت بعرف إنه محل واحد نفس العجينة وجاي طبقتين لأنه ما عنده لف. بندوق نفس الفرع الأول يلي بشارع الجمهورية، ما حبيت. هلأ بقى هذا المحل يلي والله عذروني ما رح أذكر اسمه، هذا الصحن ب10,000، كتير ملزقة على بعضها، ومبين عندكم يعني حتى مبين في كمية حشوة، بس هي ولا شي، ما في نكهة شي أبدا. دقناها ما فيني أوصف لكم، بركي ملامحي هي بتوصف. تجربة جدا فاشلة. هلا بنجرب أبو اللبن. أبو اللبن من أكثر المحلات اللي أنا بحبها، أكثر محل كانت الحشوة قشطة. بندوق لذيذ، بس كان يعني بأماكن أفضل، بس حاليا هو أفضل الموجود. ملخص التجربة: أفضل محلات حلاوة الجبن باللاذقية أخذتهم من اقتراحاتكم اللي أنتم اقترحتوهم على آخر مرة سألتكم فيها. محل من المحلات ما رح أذكر اسمه بس بده حلاوة جبن ليصير حلاوته بجبن. حشوة ما في أي شيء، يعني صراحة كان كتير سيء. ب10,000. شكله في عرس ما بعرف. أبو اللبن ظريف، يعني كان أحسن من هيك، بس يعني لهلأ هو التوب. جربنا كمان الدالاتي العجينة لذيذة، بس حشوة ما في حشوة أبدا، لازم يشتغل عليها. أبو المجد فرع الرمل وفرع مشروع صليبة، العجينة كتير رخوة، لازم يشتغل على العجينة. منكهات فيها منكهات، والدالاتي فيه منكهات. والمحل الأخير ما رح لكم اسمه لأنه جدا سيء، أتمنى يحسن إذا عرف حاله. رحنا نجيب من عند الاختيار، حاليا ما عم يعمل حلاوة الجبن فما قدرنا. رحنا عند الغزال كان كتير زحمة فكمان ما قدرنا نجيب. فتابعوني، اكتبوا لي آراءكم إذا حدا مجرب المحلات لتشوفوا كل جديد. كان من الله.